عارفة إن في ناس دلوقتي بتبص للعنوان وبتقول يا ساتر إيه اللي وصل البنت دي لكده؟ وعارفة إن في شباب داخلين دلوقتي وهم ريقهم جري ومستنيين يسمعوا تفاصيل زنقة السلم اللي حصلت بيني وبين جاري. بس قبل ما عقلك يروح لبعيد وتتخيل حاجات مخلة، اسمع اللي حصل معايا الساعة 1 بالليل والبيت كله ضلمة. ليلة كانت هتدمر سمعتي، بس انتهت بحاجة ما كنتش أتخيل إني أوافق عليها بمزاجي. أنا اسمي هناء. الحكاية بدأت لما كنت نازلة أجيب دوا لماما في وقت متأخر. السلم كان هس هس واللمبة كانت عمالة ترعش وتطفي، وفجأة لقيت باب شقة عم محمد جاري اتفتح بسرعة، ولقيته خرج وزنقني في ركن السلم قبل ما أنطق بكلمة. إيده كانت بتترعش وهو ماسك كتفي، ونظراته كانت مريبة جدا، وقرب من ودني وقال بصوت واطي ومبحوث: يا هناء، أرجوكي مفيش وقت، لازم تدخلي معايا الشقة دلوقتي، وعايزك تعملي لي حاجة مفيش حد رضي يعملها. أنا بقالي ساعة مستنيكي تنزلي عشان ما لقيتش حد غيرك أطلبه منه. أنا في اللحظة دي جسمي أشعر، فكرت في كل القصص اللي بنسمعها عن الجيران والبيوت المقفولة. سألت وصوتي مخنوق: يا عم محمد، انت واعي للي بتقوله؟ انت عايزني ادخل معاك الشقة في وقت زي ده واعمل لك ايه؟ بصلي ببرود وقال الجملة اللي خلت ركبي تخبط في بعضها: ادخلي يا هناء، انا عارف انك قرفانة، وعارف انك ما كنتيش طايقة حتى تبصي في وشي، بس مصيها لي يا بنتي، مفيش غيرك هيقدر يخلصني من القرف اللي جوايا ده. أنا في اللحظة دي الدنيا اسودت في عينيا. عم محمد الراجل اللي كنت بعتبره زي والدي بيقول لي مصيها لي، وفي نص الليل وعلى السلم. خفت أصرخ يلم عليا العمارة ويفتكروا إن في حاجة غلط بينا، وخفت أدخل معاه ويحصل اللي في بالي. بس نظرة التوسل اللي في عينه كانت غريبة، كأنه بينازع. لقيت نفسي بدخل الشقة بجسم مرعوش، وهو قفل الباب ورايا بسرعة. الشقة كانت ريحتها غريبة، ريحة كتمة ومرض. قال لي بصوت واطي: تعالي يا هناء، الأوضة اللي جوه، مفيش وقت، أنا حاسس إن روحي بتطلع ومحتاجك تخلصيني من القرف ده فوراً. مشيت وراه وأنا رجلي بتخبط في بعضها، وفكرة الهروب ما كانتش فارقة لأن الباب اتقفل خلاص. دخلنا الأوضة ولقيت عم محمد بيقعد على الكرسي وبيرجع راسه لورا، وطلع من جيبه حاجة بلاستيك طويلة وشكلها مريب. بصلي وقال لي: أنا عارف إنك ما كنتيش طايقة تشوفي وشي عشان ريحة نفسي اللي كانت دايما متغيرة وبتقرفي مني، بس السر اللي مخبيه عن الكل هو اللي تعبني. أنا عندي سرطان في الحنجرة يا بنتي، والبلغم والصديد كاتمين نفسي لدرجة إني مش عارف أبلع ريقي ولا أتنفس. مديلي الجهاز اليدوي الصغير وقال لي بكسرة: الجهاز ده لازم يشفط البلغم اللي سادد القصبة الهوائية، والشفاط اليدوي ده محتاج حد قلبه جامد يشفط بقوة، يعني مصه، عشان الصديد يخرج من الناحية التانية. ابني سافر وسابني، والجيران قرفانين مني، وأنا بقالي يومين مش عارف آخد نفسي. هتعمليها يا هناء؟ هتشفطي لي القرف ده وتنقذي حياتي؟ أنا في اللحظة دي الدنيا دارت بيا. الشفاط اليدوي الصغير ده هو اللي كان فاصل بين حياة وموت الراجل الغلبان ده. ريحة المرض والصديد كانت صعبة جدا، وأنا أصلا بقرف من أقل حاجة، وعم محمد جاري اللي كان الكل بيبعد عنه عشان ريحة نفسه واقف قدامي ومنتظر مني أشفط أو أمص القرف اللي سادت حنجرته ده بالجهاز اليدوي. غمضت عيني وقلت في سري: يا رب استرني وقويني. مسكت طرف الجهاز وبدأت أعمل اللي طلبه مني. كنت بضغط وبسحب أو بشفط بقوة، وكل مرة كان بيخرج صديد وبلغم ملوث. المنظر كان يخلي أي حد يرجع، لكن أنا كنت شايفة روح بتطلع قدامي. عم محمد كان عمال يشرق ويطلع أصوات غريبة، وجسمه بيتنفض تحت إيدي، وأنا مستمرة. بقيت بشفط بقلب ميت، كأني بحارب الموت نفسه. فجأة عم محمد خد نفس طويل وعميق، كأنه كان غرقان وطلع لسطح المية. وشه اللي كان أزرق بدأ يرجع لطبيعته، ودموعه نزلت على إيدي وهو مش عارف ينطق بكلمة من الفرحة. أنا في اللحظة دي القرف اللي كنت حاسة بيه اختفى تماماً، وريحة المكان اللي كانت خنقاني ما بقتش شماها، كنت حاسة بس بضربات قلبه اللي بدأت تنتظم. بصلي وهو بيترعش وقال لي: شكراً يا بنتي، ما كنتش متخيل إنك هتوافقي تعملي حاجة مقرفة كده عشاني،
أنا كنت بموت مخنوق ومحدش حاسس بيا. في اللحظة دي الراحة اللي حسيت بيها ما كانتش راحة عادية، كانت راحة ضمير عمري ما دقتها في حياتي. قعدت جنبه، نظفت له المكان وجهزت له كوباية مية دافية، وخرجت من عنده وأنا شايلة سر كبير بس فخورة بنفسي. بس الحكاية ما خلصتش هنا، لأن وأنا خارجة من الشقة الساعة 2 بالليل لقيت باب الأسانسير اتفتح وخرج منه ابن عم محمد اللي كان مسافر، وفجأة رجع وشافني خارجة من شقة أبوه في الوقت ده وشكلي متبهدل والجهاز اللي في إيدي. أول ما شفته قلبي وقع في رجليا. أدهم ابن عم محمد واقف قدام باب الأسانسير وعينه وسعت وهو باصص لي وباصص لباب شقة أبوه المفتوح في وقت زي ده، وشكلي المتبهدل والجهاز اللي في إيدي. قرب مني بخطوات سريعة وصوته كان كله شك وغضب. هماء، انتي بتعملي ايه هنا في الوقت ده؟ وبابا ماله؟ في ايه بيحصل جوه ومحدش يعرفه؟ اللحظة دي كانت كفيلة تدمر مستقبلي كله لو أدهم فهم غلط ونطق بكلمة في العمارة. بصيت له بثبات رغم رعشة إيدي وقلت له بحدة: ادخل شوف أبوك يا أدهم، ادخل شوف الراجل اللي سبته بيموت مخنوق ومحدش رضي يقرب منه عشان القرف والريحة اللي سد نفسه. أدهم دخل الشقة بجنون ولقى أبوه قاعد بيتنفس لأول مرة من أيام، والمناديل والصديد ماليين المكان. عارف فوراً أنا كنت بشفط إيه، وبصلي بذهول وندم كأنه كان عايز الأرض تنشق تبلعه. عم محمد بص لابنه وقال له بضعف: البنت دي هي اللي سترتني يا أدهم، هي اللي عملت اللي انت خفت تعمله وقرفت منه، لولاها كنت زماني جثة همدة دلوقتي. أدهم وطى على إيدي عشان يبوسها وهو بيبكي وبيعتذر، بس أنا سحبت إيدي وخرجت. كنت حاسة براحة ونصر ملوش مثيل. عارفة إن في ناس دلوقتي بتسمعني ومكسوفة من نفسها، عارفة إنكوا دخلتوا الفيديو عشان زنقة السلم وكلمة مصهالي اللي عقلكوا ترجمها غلط، بس أنا قصدت أستخدم اللغة دي عشان أقولكوا إن النفوس القذرة هي اللي بتشوف القذارة في كل حاجة، بينما الستر هو أعظم عبادة ممكن تتعمل في السر. الجار للجار يا جماعة، والست اللي بتضحي بقرفها وخوفها عشان تنقذ روح دي ست بمليون راجل. أنا مش ندمانة إني وافقت على الطلب المقرف ده، لأن الراحة اللي حسيت بيها لما شفت عم محمد بيتنفس كانت أغلى من أي تفكير مريض. لو كنتي مكان هناء وشفتي جارك بيموت في طلب زي ده، هل كنتي هتفكري في كلام الناس وتسيبيه يموت، ولا كنتي هتستري إنسان وتنقذي حياته؟ مستنية رأيكم في التعليقات، وقولوا لكل واحد فهم القصة غلط. البيوت أسرار، والقلوب لا يعلم ما فيها إلا الله.